تخيل أن عندهم إعلان في التايم سكوير قيمته ملايين الدولارات. سناب شات جت عروض للاستحواذ ب3 مليار ورفض هذا العرض، وبعدها رفع هذا العرض إلى 10 و19 مليار، ومؤسس البرنامج رفض هذا الاستحواذ رغم أنه عمره 22 سنة. من يرفض هذا الاستحواذ بهذا المبلغ؟ بنفس الوقت مصادر دخل شبكات التواصل الاجتماعي كلها من الإعلانات. سناب شات ما في ولا إعلان. هذا يتركنا قدام أحد أمرين لا ثالث لهما: واحد، عندهم مصدر دخل غير قانوني. اثنين، مؤسس سناب شات عنده نية خبيثة، ودخول شريك معاه راح يكشف هذا الموضوع. بعد نهاية لقائنا مع الخبير التقني عبد الله السبع، أسر لنا أنه بعد أن حذر أكثر من مرة من سناب شات في وسائل التواصل الاجتماعي، اتصل به 2 من مشاهير انستغرام والذين انتقلوا لسناب شات مؤخرا، وذكروا له أن لديهم تفسيرا لمصدر دخل سناب شات. اتصلنا بهم، وبعد محاولات حثيثة اقتنعوا بتسجيل لقاء معنا وكشف الحقيقة. وكانت حقيقة صادمة، حقيقة لم تخطر ببالنا ولا ببال أحد. بداية الموضوع زينا زي أي ناس نشيطين بسناب شات، خصوصا احنا بالانستغرام. جتنا ايميلات، حنا وشباب الانستغرام كله أرسلنا ايميلات قالوا إنهم يبغونا ننشط برنامج جديد اسمه سناب شات، وبمبالغ مادية مجزية إننا ننقل المتابعين من الانستغرام، خصوصا احنا في الانستغرام، إلى البرنامج الجديد اللي اسمه سناب شات. بعدها الموضوع تطور، صاروا يبوننا ننتقل لسناب شات بشكل كامل، بنفس الوقت المتابعين نسحبهم معنا. وهذا اللي صار بالبداية، إنه حاولنا ننقل أكثر المتابعين الموجودين عندنا للسناب شات، وبدينا ننشط أكثر بسناب شات، وبدينا نزلنا فيديو أو صورة بالانستغرام نقول للشباب اللي عندنا تابعونا بسناب شات، وإذا بغيتوا تشوفوا الفيديوهات الباقية زي ما تقول وسيلة إنه نحاول ننقلهم ونجذبهم لسناب شات. بس كان عليها عرض مغري. الصورة اللي ننزلها بالانستغرام ونقول لمتابعينا يتابعونا في سناب شات كان عليها مبلغ صعب الواحد يرفضه. طبعا لاحظنا شيء غريب بالمبالغ اللي تجينا بالبداية، إنه تيجي من حسابات محلية وحسابات ناس سعوديين، لكن كل مرة يختلف الحساب. ما عمر جتنا حوالات إنه تقول إنه من شركة سناب شات أو شيء كذا رسمي، لكن كنا حنا نقول إنه كيف دام الفلوس جاية متحولة لحسابك ليش أنا قاعد أدقق؟ الفلوس جاية أنا ما علي منهم، يسوي اللي يبغون. بعدها الموضوع تحول، شلون أقول، تحول من كان حبي يعني شوي أول، تحول شيء زي ما تقول مو إجباري، بس نوعا ما بطريقة كلامهم بالإيميلات اللي قاعدوا يرسلون لنا بعد المرة الأولى إنه نبغاكم تصوروا ثواني أكثر، ما يهم إذا كانت في موضوع ولا لا. صار عندنا شيء زي الوظيفة، شغل رسمي، إنه يبغون ينقلون متابعيننا حنا ومتابعين الناس بشكل عام بالسوشيال ميديا كانت تصير معهم إلى سناب شات، حتى لو ما عندك شيء تقوله تصور الثواني ذي. صراحة زالنا الموضوع في البداية، نصور اللي نبي ونقول اللي نبي. المتابعين يعني صاروا يتفاعلون معنا أكثر، يعني ما يحتاج أشرح لك. يعني فلوس فوق كذا قاعدين ننبسط. كيف يعني تماديتوا؟ تمادينا اللي أقدر أقوله لك إنه صورنا أشياء ما كان المفروض إنه نصورها، يعني كانت ممكن أحد يستخدمها ضدنا، وللأسف هذا اللي صار. يعني والله كنت أقول له إن اللي قاعد نسويه ذا بينكبنا، بس ما كان يسمع الكلام. ضروري توضحوا لنا إيش اللي صار معاكم بالتفصيل. لا خليني أقول لك السالفة. يوم من الأيام وصلنا إيميل، نفس الإيميل اللي كان يرسلنا قبل يبغانا ننقل لسناب شات واتفق معنا، لكن إيميل كان فيه محتوى ثاني للأسف، إنه يطلب منا إننا يعني كان فيه الموضوع ابتزاز بالعربي. كان فيه الإيميل هذا مرفق فيه صور وفيه أشياء شخصية ما كانت المفروض تطلع، ما كانت المفروض تنحفظ. يعني نفس برنامج سناب شات كانوا هم اللي حافظينه، فحنا انصدمنا للأسف. ما تعرف اللي ما ندري شو نقول، قعدنا واقفين قدام الشاشة ساكتين ما ندري أبدا وش نقول عن ذا الموقف، يعني وش بنسوي، اسودت الدنيا بوجهنا. إيش اللي كان مرفق بالإيميل؟ الإيميل هذا كان مرفق فيه حسابات المشاهير واسماء المشاهير، يبغوا لنا شركة سناب شات إن احنا ندفع. فكانت اللعبة بالأصل إنه اللي كانوا يدفعونا بالأول كانوا يعني ناس مشت عليهم هذه السالفة، والحين حنا بيجبروني شركة سناب شات إن حنا ندفع لناس ثانيين زي ما كان في ناس قبل يدفعون لنا. فزي ما تقول مقلبنا مقلب بين كلب. من يوم نصور سنابات بدون ما نوقف، ننزل أي شيء
بس أهم شيء ما نوقف. يعني صدق كان الابتزاز قذر واطي، بس ما نقدر نسكت أكثر من كذا. شركة تبتز المستخدمين لإجبارهم على استخدام برنامجها، يملكها حاقد على المجتمع. هل نحن بالفعل بصدد قنبلة ذرية اجتماعية؟ وما الذي ينوي إيفان فعله من خلال هذا البرنامج؟ من الواضح أن الربح المادي ليس على قائمته، وأن هدفه الرئيسي أن ينتشر البرنامج ويستخدمه أكبر عدد من المستخدمين. انكشاف حقيقة ابتزازهم للمستخدمين دفعنا للتواصل مع صديق إيفان مرة أخرى لنطلب منه لقاء صديقة إيفان نيكولا، ليغادر فريق برنامج مؤامرة مرة أخرى على أول رحلة متجهة للولايات المتحدة لمعرفة كامل الحقيقة. What I did to Ivan was a grave mistake. I regret ruining his life, but I was only a teenager. How could I have known? I mean, my biggest fear now is what he intends to do. I will always feel responsible for the disaster he causes. وعندما سألناها عن ماهية الكارثة التي تتوقعها، ردت والكلمات لا تكاد تخرج منها. About a month ago, Ivan sent me an SMS saying the revenge day is coming. The social nuclear bomb is about to explode. I didn't quite understand this at first, so I researched it on the internet and found this app. عنوان الموقع كان هو اختصار لجملة The Social Nuclear Bomb، ولا يوجد بالموقع إلا هذا العداد الذي تشاهدونه، والذي سينتهي خلال 20 يوما من تاريخ تسجيل الحلقة. بحثت نيكول عن مالك الموقع، ووجدت أن اسم المالك قد تم إخفاؤه، ولكن الإيميل المستخدم كان إيميل إيفان القديم، والذي كان يستخدمه عندما كان في المرحلة المتوسطة. I live now in real horror. I'm just terrified that Ivan will release the snaps of more than 300 million users as well as mine. I mean, I couldn't have known. I don't know what to do. You've got to help me. You're the first person I tell this to. كيف يمكن للعالم أن يترك كارثة كهذه لتحل على البشرية؟